السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معاكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو ياريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معنا النهارده شقة عروسة جديدة، يا رب شغلي فيها يعجبكم. شقة عروستنا النهارده في مدينة بلقاس، قرية البلقسة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. أنا مفنشتهاش بس الدواخل بس. تعالوا نشوف بقى محتويات الأنياش مع بعض. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده أول قطعة عملتها كلها كريستال، من فوق طقم خشاف كريستال كده ومع طقم كاسات لايق معاه جدا. عملت هنا قارورة كريستال برضو مع طقم كاسات لايق معاه، اللهم بارك. حبيت أحط الكريستالات والحاجات السيلفر مع الطقم الصيني كده زي ما حضراتكم شايفين. كان ذوق عالي. عملت لها الطقم الشاي منه في الرف الأول، ومن هنا حطيت البولة بتاعت الشوربة كده وبعض مقاسات الأطباق، ورصته لها كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. قولوا رأيكم في أول رص كده في النيش. طبعا الأدراج ببقى أحط فيها الأطباق الزيادة عشان ما تقلش على الأرفف الإزاز، وعلشان برضو ما تبانش الدنيا زحمة طالما معانا أدراج. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها وتدوب حاجتها في الهنا والبركة والسعادة، اللهم آمين. ويرزقها الذرية الصالحة. حاطط لها بقى شيالات الكحك بقى وأطباق التسالي زي ما حضراتكم شايفين كده وزعتها لها. كانت بس الركنة اللي كانت لسه يعني حاطين عليها الورق وكده علشان كان لسه النجف بتركب. هنا حطيت لها طقم الأكروبال كده، كان اللي هي الريشة السودا دي. كنت أنا بحب الطقم ده بصراحة. وزعت لها بقى في الأطراف بتاعة البوفيه باقي الكوبايات. كان في كوبايات زيادة على المطبخ يعني، فوزعتها لها في الأدراج هنا علشان ما نزحمش الدنيا برضه. هنا كده كانت جايبة ما شاء الله كذا شيالة كحك. هنا كان طقم عشا برضه، حطيته لها كده في الرف اللي فوق، وحط لها من تحت شنطة المعالق وشيالة كحك كانت جاية مع الطقم الصيني. الجزء التاني بقى حبيت أعمله كله جولد. بسم الله ما شاء الله. عملت لها من فوق بقى 3 أطقم كاسات زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وحاطط لها من تحت قارورة بقى فيها جولد ومعاها برضو كاسات لايقة معاها. حاطط لها طقم الشاي والجاتوه باللون الأسود وكان داخل فيه جولد كده، وحاطط لها بقى من تحت جزء من الطقم الأكروبال عشان برضو فيه الريشة السودا دي لايق مع الطقم الشاي والجاتوه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبرضه في الأدراج وزعنا باقي الأطباق. هنا بقى طبق فاكهة بقى وهنا أطقم تسالي وطفايات وكلام ده. كل ده كان هيتوزع بعد الفينش الأخير بقى، أنا قلت لهم يحطوه فين. تعالوا بقى نشوف المطبخ. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان في المقابل كده نيش، كانوا عاملين لنا البروفايل ده ما شاء الله. في الرف كده الأول عملت لها طقم شربات ومعاه طقمين كاسات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الرف ده كان اتكسر للأسف قبل ما أدخل المطبخ، فأنا سبت له الحاجات بتاعته كده على جنب. قلت لهم يبقوا يوزعوه ازاي في الرف. وعملت لها هنا بقى برضه طقم شربات وبعض الكاسات والاستكانات بتاع القهوة. هنا عملت لها السيلفرات بقى كلها من تحت كده زي ما حضراتكم شايفين. طقم خشاف اللي هو الطبق ده، وأطقم كاسات كانت اللي هي الكرتونة الكاملة بتاعة المطبخ دي كانت باللون السيلفر. وزعته لها على الأرفف كده وكسرت بإزاز أبيض. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى كان التلاجة والديب فريزر كده على ايدنا اليمين واحنا داخلين. بسم الله ما شاء الله. وزعت لها بقى الحوامل بتاعة المجات بقى وأطباق الشوربة وكده. وهنا الاستندات اللي هي أطقم التوابل وأطقم التوزيع. هنا كان مكان الغسالة بس كانوا لسه هيدخلوها. هنا بقى الضرفة اللي جنب الرشاقة حاطط لها فيها استعمالها برضو، يبقى أي حاجة تحتاجها جنب ايديها، قهوة بقى وشاي ومية وعصير. بسم الله ما شاء الله. وهنا طقم العشاء كان لونه مميز جدا وجميل. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن تحت بقى برضو حطيت لها استعمالها جنب ايديها، استعمالها اليومي. كان في رشاقة اللي هي البلاستيك دي حاطط لها فيها أطباق من الطقم العشاء اللي حاطين جزء منه في البوفيه.
من تحت بقى علب الخزين والباسكت وتربو صغير كده، ما شاء الله. ده طقم توابل وطقم توزيع. وهنا الضرفة اللي جنب البوتاجاز حطيت لها الطقم اللي هو السيراميك الكوري، وعلقت كان في علقة كده منظم للمقالي، علقتها لها عليها كده، وحطينا برضو جزء من الخزين بتاعها. هنا بقى الطقم العشاء القمر ده كان طقم خشبي كده، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تحسه فخار. بس كان ميلامين على ما أعتقد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يا رب يسعدها ويهنيها. هنا بقى عملت لها الأجهزة بتاعتها كلها. من فوق بقى مكنة الخبيز ومكنة الزبادي والتوستر، ومن تحت المفرمة والكبة والهاند بلندر والخلاط، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، احتياجها جنب ايديها. هنا الزاوية دي عملتها لها كلها كوبايات كده، وطقم الصواني اللي هو البايركس من فوق، وطقم صواني ستيل برضو من تحت عشان ما نسحمش الرخام اكتر من كده. وزعت لها بقى الكوبايات كده، وحطيت لها طقم كوبايات لايق مع الطقم الصواني كده، حبيت يعني ان العين تبقى مرتاحة زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعض المجات وكده، اللهم بارك. هنا كان الاير فراير والفرن الكهرباء بتاعها كده. طقم توزيع وطقم توابل تاني. الضلفة دي كانت منظمة كده للصواني، وزعت لها فيها الصواني الألمونيوم، وبرضو بقى مقالي ألمونيوم وصواني جرانيت وكده، ما شاء الله. هنا برضو كانت زاوية حطت لها طقم التيفال كامل من فوق، كان قطعه ما شاء الله كتير، اللهم بارك. وحطت لها من تحت بقى الطقم الستيل الكركماس، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان برضو كامل. بنصح بيه كل العرايس. هو بجد الماتريال بتاعته تحفة، أحسن بكتير من زهران وكل الأنواع، والكركماز أعلى حاجة ما شاء الله، أنا بحبه. هنا بقى أدراج التوزيع بقى، وزعت لها كده الحاجات الحادة في درج، وحاجة الحلويات كده في درج زي ما حضراتكم شايفين. كل حاجة بنظام، يعني الحاجة اللي فيها ألوان بتبقى مع بعض كده، عشان واحنا بنشوف الدرج نبقى مرتاحين كده والعين مرتاحة. هنا الدرج اللي تحت برضو حاطط لها الاسبونجات بتاعة التنظيف وفوط، ودي كانت الفرشة بتاعة الكوبايات، وبعض برضو الحاجات اللي ما جاتش في الدرج التاني. وهنا بقى الدرج ده عملت لها فيها المعالق بتاعتها والحاجات اللي هي بتستعملها جنب البوتاجاز برضو، والولاعة وكده. والأدراج اللي تحت دي كانت أدراج تربو، بسم الله ما شاء الله، حطوا لها الخزين. هنا بقى عملت لها كوفي كورنر، مكانة القهوة والكاتل والستاندات بتاع المجات. الطرفة دي كده حطيت لها طقم سمك وطقم جيلي على صينية، واتنين مجة كده الآيس كوفي. هنا برضو حطيت لها صواني ميلامين جنب ايديها، وبعض الكوبايات كده والاستكانات القهوة، وطقم خشاف كريستال. كل حاجتها في متناول ايديها. حطيت لها الطقم البايركس بتاع القوارب والصواني كده، بسم ما شاء الله. وهنا حطيت لها البراد البايركس برضو، والكسرولة دي بتاعت الاندومي بايركس، وبعض الكوبايات حواليهم. هنا الزاوية دي كانت حطيت لها فيها الطقم الميلامين زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله، زعته على رفين كده. الطرفة بقى اللي فوق الفريزر حطيت لها علب التلاجة من تحت، وعلب الخضار اللي هو البلاستيكات والدوارق كده، بسم الله ما شاء الله. والصواني بتاعت الاير فراير في متناول ايديها، يعني كانت برضو سهل الوصول اليها، يعني مش عالية قوي عليها، بسم الله ما شاء الله. الزاوية بقى اللي جنب الديب فريزر دي حطيت لها من فوق طقم جرانيت، ومع براد جرانيت كده ومع جريلا دبل، ما شاء الله. ومن تحت الطقم الألمنيوم الشاورما، ومعاها برضو طقم كنك جرانيت. الضرفة بقى اللي فوق التلاجة حطيت لها حاجات الرحلات، الترامس بقى وحافظ الطعام والطبق بتاع التورتاية ده، وبعض البلاستيكات برضو الزيادة مش هتستعملها دايما. هنا كانت التلاجة بتاعتها ماركتها شارب، والديب فريزر كانت وايد بوينت، ما شاء الله. حطيت لها بقى العجان زي ما حضراتكم شايفين كده، وطقم صواني ستيل تاني لتقديم الضيوف، وكل الاستندات بتاعتها كده زي ما حضراتكم شايفين. وحطيت لها طقم السكاكين على الحوض،
اللهم بارك. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها وتدوب حاجتها في الهنا والسعادة. لو عجبكم بقى ترتيبي في المطبخ، الطرفة اللي فوق الشفاط اللي فوق البوتاجاز كانت بتاعت الشفاط، نسيت اقول لكم. يا رب يسعدها ويهنيها يا رب. قولي رأيكم في رصة المطبخ. دي كانت غرفة النوم، كانت طبعا ناقصة الدلاية بتاعتها كانت هتركب، والستاير ما ركبتش وكده. دي كانت شنط الملابس الفاضية، يعني كانوا هياخدوها وهم مروحين، عشان كانت الصالة مكركبة لسه. كانت بقى أرضه مكونة من التسريحة والسرير والاتنين كومود والدولاب بتاعها، وكان فيه المراية الطويلة دي، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى الضلفة الأولى حطت لها من فوق كوفرتات تستعملها. السرير الكبير بسم الله ما شاء الله حطت لها 3 كوفرتات كده وبعض الفوط، وهنا من تحت الملايات بتاعة السرير الكبير برضو وبعض الفوط. كان هنا اللبس الخروج بتاعها، وسيبنا جزء للعريس كده عشان يعلق هدومه. والطرفة بقى اللي في النص حطت لها اللبس بتاعها البيتي، بسم الله ما شاء الله. تدريج الألوان بقى والتنسيق زي ما حضراتكم شايفين. قولوا رأيكم. حطت لها اللبس الشتوي من فوق، تطبيقة مسطرة، بسم الله ما شاء الله. مدرجين الألوان والصيفي من تحت وكل قسم مع بعضه يعني. كل رصة بتبقى يا إما بيجامات، يا إما شراط، يا إما هوت شورت، يا إما كاشات، عشان هي ما تحتاجش وتبهدل الدولاب. الضرفة التانية بقى بيبقى فيها اللبس الخاص بتاعها، حطيت لها بس اللحاف من تحت كده، وسيبنا الرف ده للعريس. وكنت بس عايزة اوريكم ان انا حطيت اللحاف معاهم، ما كانش له مكان في الدولاب المفروشات، بس احنا بنصورش اللبس الخاص. يا رب يسعدها ويهنيها وتدوب حاجتها في الهنا والبركة والسعادة، اللهم امين. ما تنسونيش بقى في اللايك. كانوا عاملين بنوهات كده في ظهر السرير، بسم الله ما شاء الله. كانت في معظم في اماكن يعني في الشقة، بس كان شكلها جميل، اللهم بارك. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات اللي هتنزل ان شاء الله يجيلكوا اشعار بيها. عايزين ان شاء الله القناة تكبر بيكم، تشجعوني كده بكلمة حلوة تدعموني بيها، ودعوة حلوة من القلب للعروسة. وما تنسوناش في الدعاء ودعاء الثانوية العامة، يا رب يوفقهم. كانت الدلاية دي بس، دي غرفة الأطفال، الدلاية دي بس اللي كانت ركبت. كل العلب دي والأكياس دي فاضية، كانوا هم هيتخلصوا منها يعني. هنا بقى دولاب المفروشات زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. نتصور جنبه كوفرتات بقى ودفايات. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها. هنا الضلفة التانية عملت لها برضو ملايات الأطفال زي ما حضراتكم شايفين كده، اللهم بارك، كله مقاس واحد. وحطت لها الفوط بقى والبطاطين بتاعتها وباقي الدفايات والكوفرتات، بسم الله ما شاء الله. يا رب يسعدها يا رب. قولوا لي رأيكم برضو في رصة في ضلفة الأطفال في الدولاب، بسم الله ما شاء الله، والمفروشات. ربنا يا رب يسعدها. حبيت اوريكم كل التفاصيل عشان انتوا بتبقوا تقولوا لي حتى لو ما فنشتيش ورينا تفاصيل العفش. ادعوا لها بقى دعوة حلوة من قلبكم، ولكم بالمثل. وما تنسوش دعاء الثانوية العامة لكل طالب، يا رب يوفقه يا رب، وما يضيعش تعب وتعب أهله، ويكبر خاطرنا جميعا، اللهم آمين. ويدخل الفرحة والسرور على كل بيوتنا. واشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.